كابتن وائل، الخسارة أكيد ستزيد من وقع الانتقادات خصوصا في مرحلة حساسة من الموسم. برأيك ما المطلوب من كولر أولا؟ هل مطلوب تدخل إداري، جلوس مع المدرب لتصحيح المسار؟ هناك من يتحدث أن المدرب خلص رصيده كما يقال. رأيك أنت كلاعب ونجم للأهلي؟ أنا أشوف أن كولر دخل في المرحلة الأخيرة لموسيماني يا أمين مع النادي الأهلي، كان بيفتعل مشاكل، كان بياخد قرارات خطأ كتير جدا. هل القرارات دي كانت بتتفرض عليه؟ وهنا لو اتفرضت عليه يبقى أنت ضعيف الشخصية، خلاص ما عادش ليك مكان. تفرض من وين يعني؟ ممكن تتفرض عليه من النادي، من إدارة النادي، فده معناه ان انت صورتك هتتهز. وده كان واضح في قرارات كتير بتتاخد في لعيبه مهمه جدا كانت بترحل عن النادي وما بتتعوضش. اكتر من 4-5 لعيبه رحلوا في الفتره اللي فاتت امين، لعيبه ما تعوضتش بشكل كويس. اللعيبه اللي تعوض بيها كانت قليله جدا وما ساعدتش، واخر مثال منهم كان مودست. فده معناه ان انت عينك وحشه في اختيارات اللعيبه حتى اللي النادي جابها السنه دي. لو بنتكلم على عمر الساعي، اللاعب اللي النادي الاهلي اشتراه من الاسماعيلي، افضل لاعب في الدوري المصري، كان خارج الاهلي والزمالك، ما اديتوش ولا فرصه. ده معناه ان انت مش مقتنع بيه. بتديله فرصه. المباراه اللي فاتت لاعب اول مره يلعب، حرقته قدام انبي في المباراه الاخيره، اخر ربع ساعه منزله مباراه فريق متعادل واول مره يلعب. فانت ما بتديلوش فرصه، ما بتديش فرصه للعيبه الصغيره اللي كانت موجوده في الفريق وتستحق الفرصه، ما بتديهاش. اختياراتك في توقيت معين لبعض اللعيبه خطا كلها. فيعني هو الراجل يتحمل كتير بصراحه من المشاكل اللي الفريق فيها. لابد ان انت تختار في النادي الاهلي الطريقه اللي تناسب الامكانيات اللعيبه اللي عندك. يعني النهارده هو بيدي فرصه لكريم الدبيس، اللاعب اللي طول عمره بيلعب ظهير ايسر، تحطه كجناح ايمن. انت حطه جناح ايمن لو انت عايز تهاجم وتلعب صح. صحيح. انما انت بتحطه عشان تدافع، وهو مش هيعرف يدافع، مش هيعرف يدافع في المكان ده. طيب حطه على عدلته وخليه يدافع على عدلته كانه بيلعب في الجناح الشمال. انا سؤالي الان، اذا كانت الاداره قد فرضت شيئا على المدرب، ما هي الحلول لتحسين انا بقول ممكن اداء؟ يا امين، انا بقول انا ما اعرفش التفاصيل، بس ممكن. انا بقول لك ممكن. فانت في الحاله دي انت فقدت شخصيتك انت كمدرب. انت المفروض تفرض شخصيتك على الاداره وعلى النادي، لان انت المسؤول عن نتائج الكوره. هل الحل في سوق الانتقالات الشتويه؟ وما هي المراكز التي يحتاجها الحل ان النادي لازم يجيب لعيبه، لان بالوضع ده الامور هتسوء اكتر، وانت داخل على مرحله مهمه جدا فيها بطوله افريقيا اللي انت بتلعب فيها، في انديه تانية مستعده بشكل افضل، في انديه بتلعب 7 محترفين موجودين زي الترجي عنده 7 لعيبه ممتازين محترفين. انت في الادوار اللي جايه هتلاعب منافسين اصعب من كده. صحيح. عندك كاس العالم للانديه في نهايه الموسم في الصيف، فيها انديه عالميه واسماء كبيره، وفرصه ان انت دخل مالي كبير جدا ممكن تدخله للنادي بعد الخساره اللي حصلت وخروجك قدام باتشوكا، زائد المجد طبعا المعنوي اللي كان هيتكتب للنادي الاهلي بانه يلعب قدام ريال مدريد في نهائي بطوله الانتركونتيننتال. فانت عندك الفرصه ان انت تصحح الشهر ده، ولا بد انه يتم التعاقد مع لعيبه كويسه تشيل الفريق وتساعد الفريق. في لعيبه اصبح عندها تشبع امين، في لعيبه مع كل الاحترام للي بتقدمه لا محتاجه ان هي تقعد على دكه البدلاء. في عناصر محتاجه ان هي تحس ان هي مش اساسيه. انما في ناس ما ينفعش. انا اقول موقف بكل صراحه، الشناوي المباراه اللي فاتت قدام انبي، ليه ما يقعدش على دكه البدلاء لمصطفى شوبير؟ تعطي فرصه لشوبير مثلا. ليه ما يقعدش احتياطي؟ ما فيش لعيب في النادي الاهلي في تاريخ النادي الاهلي ما قعدش احتياطي. فانت لو انت سليم والمدرب عنده رؤيه ووجهه نظر، حط شوبير وخلي الشناوي يحس ان في منافسه. واضح. كابتن وائل، رغم السوء الذي ظهر به الأهلي في الشوط الأول، أول تغيير لكولر دقيقة 76 يعني يبين حالة كولر مع الأهلي يا أمين. من أول موسم لكولر مع النادي الأهلي تغييراته دايما بعد الدقيقة 75. هل أنت بتحاول تثبت أن أنت وجهة نظرك صح؟ لا طبعا غلط. المدربين الكويسين ممكن يغير بعد 20 دقيقة أو 30 دقيقة من الشوط الأول، لما يشوف إن في خلل في أداء فريقه وانتشار لاعبيه وأداء لاعبيه بيبقى غلط. فكل مرة نفس الأخطاء
هل هو متعمد ان هو يعمل كده مثلا يبين للناس وللاداره ان هو ما عندوش لعيبه؟ ولا كهرباء وبيرسي تاو في شفنا الدقيقة قفشه لما 98. نزل، قفشه لما نزل احنا بين الشوطين قلنا قفشه يلعب. لما نزل قفشه تحس ان انت بقى عندك خطوره. بعد دقيقه او دقيقتين قفشه عمل كوره اللعيبه اللي في نص الملعب كلهم ما عملوهاش طول المباراه. الكوره الانفراد اللي راح بيه وسام ابو علي تقريبا، الكوره اللي في العمق. انت يعني انت ساعدت بلوزداد. اولا لازم نبارك لبلوزداد لان هو لعب للفوز، ولعب لان هو الكوره بتاعت قفشه دي اعتقد في الدقيقه 85. يعني بص، انت لعيبه نص الملعب عندك ما فيش واحد فيهم عمل الكوره دي طول الماتش، راحت ووصلت بخطوره للجول. انت محتاج اللعيب اللي يعرف يعمل الكوره دي لمسه. انما اختيارات خاطئه طبعا جدا من بدايه المباراه، ثم التغييرات، توقيت التغييرات، كل دي اخطاء امين. وانت بتبعت رساله، انا ده وجهه نظري، انه بيبعت رساله للاداره ان انا ما عنديش لعيبه. يعني انا ما عنديش لعيبه، اما افضل قاعد للدقيقه 75 عشان اعمل التغييرات. فانا يعني ايه بيرسي تاو ينزل الدقيقه 97؟ لو كان يعني هذا إيه؟ قصده، مش قادر افهمها. لو كان هذا قصد المدرب على الاقل كان يمكن ادخال سواء بيرسي تاو او كهرباء قبل ذلك، وفي حال لم يتغير اي شيء سيقول انه ادخلت اللاعبان ولم يعطينا الاضافه. 97 تنزل كهرباء وتنزل بيرسي تاو يا امين، يعني مش مفهوم ابدا اللي هو بيعمله مع الفريق. لا في شكل ولا في طريقه واضحه للفريق ولا في سيستم لعب. فريق كسبان المباراه اللي فاتت 6 تنزل تلعب معاه جيم بالطريقه دي. مين احنا بقول لك بين الشوطين ما كنا بنتكلم الفريق ما نقلش 3 لمسات على بعض. زائد المصيبه بقى طبعا الكبيره اللي في الهدف. الشناوي يتحمل مسؤوليه طبعا بدايه الهدف من عند خالد عبد الفتاح. يا خالد اساسيات الدفاع، انت واقف في الظهير اليمين، انت اساسا ظهير يمين، مش هقول لك انت متوظف كظهير يمين، لا اساسيات الدفاع ان انا اشوف ظهري في حد في ظهري ولا لا. انما هو في 2 في ظهره، بص 2 في ظهره، يعني اختار اسوأ الحلول. سيب اللي قدامك ده، فضيت المساحه للجناح اللي بيلعب عليك 2 هم الاخطر في المباراه كلها. ثم الشناوي طبعا يتحمل 50% 60% الشناوي من الهدف. يعني كوره سهله جدا جدا، غير لعيبه الوسط المدافع. شوف كوكا ورد فعله على الكوره. بص كوكا ما زال حاطط ايده ورا ظهره، بص ما زال حاطط ايده ورا ظهره. يعني احنا بيتفرجوا كلهم بيتفرجوا، فاهم؟ فالدفاع طبعا انا النهارده عجبني جدا اشرف داري ورامي، بصراحه عملوا مباراه كويسه جدا. كان على مستوى التمركز والتعامل مع الكرات كلها، الكرات المشتركه اتعاملوا فيها بشكل كويس، الكرات العاليه خدوها كلها. انما خالد عبد الفتاح كان يعني نقطه ضعف كبيره جدا في المباراه، مع خطا الشناوي، مع الاجنحه اللي هو حطها شحات وكريم الدبيس كانوا سيئين جدا. وسام يعني معذور في المباراه، وسام مش كل مباراه هو اللي هينقذك في المباراه. هذه لقطه خروج الشناوي، دي لقطه قبل الهدف فيها برضو تاخر من الشناوي في التعامل مع الكوره دي كانت قبل الهدف مباشره. انما هو هزيمه مستحقه، بقول لك للفريق اللي لعب للدفاع بس. احنا الاهلي نازل يلعب للدفاع بس، ما لعبناش للهجوم ابدا. ولما فكر يلعب للهجوم بعد ما تسجل الهدف، شفنا اهلي اخر في الخمس 6 دقائق 5 دقائق مش النادي الاهلي ابدا، مش بطل افريقيا، مش الفريق اللي كسبان المنافس بتاعه في المباراه اللي فاتت 6. يعني اداء سيء جدا يليق بنتيجه المباراه للنادي الاهلي. كل الشكر لحسين بوصلة.